قامة قياسية الطايرين كذلك خوان برنات وليونيل ميسي. الباس رائعة من الرابطة بينما انطلاقة دانيلو بيريرا وراموس تلعب هذه الركنية ممتازة فيها خطورة فيها جول دوناروما السوبر جيجي دوناروما في هذا التصدي. نعم اول فرصة تتاح لنادي انجي ولاعب وسط ميدان دفاعي وشغل مركز باويا يراوغ باويا العرضية الهدف الأول لم يتأخر بالتخصص يا كيليان امبابي. متعود كيليان على التوقيع على الأهداف أمام نادي أنجي ويفعل مجددا الهدف الباريسي لم يتأخر. ومن هنا كانت البداية ومن هنا أصلا من أهم الأهداف التاريخي. هذه لدينا هنا الإعادة مجددا رام الصعيد القارة الأوروبية. اليوم يتقدم سولير راسية وخطيرة وفيها تسديدة لم يتحكم فيها باويا لا زالت هنا وفيها ركنية. أول ركنية لفائدة نادي أنجي. تعامل بكامل الهدوء بكامل التركيز. من سيرفع كالومبا على الجهة اليمنى في فاز مع الريال بالتشامبيونز ليج. ممتازة ميسي حاول السدد والدفاع يتدخل امام ليونيل المصر على التسجيل كذلك في المباراة. هذه الإعادة في الهجمات العكسية ممتازة هذه التمريرة الهربة لكيليان لكن برناردو لمن سيمرر والثاني قادم لا محالة. الهدف الثاني قد أن يطبق هذا على تأتي التسديدة بابي جول عاد مبابي من جديد عاد كيليان عاد الذي لا يرحم كيليان مبابي ومواصلة الأهداف الثنائية للدولي الفرنسي كيليان مبابي. وحدة ممتازة أشرف حكيمي والإنهاء في صورة مثالية لكرة الهدف الثاني. تمشي من جديد عندما يرفع جائزة أفضل كينية مرفوعة في القائمة الثاني. هنا الكرة العرضية الصراع كذلك على مراكز بيرنات العرضية فيها رامون. مباراة أشرف حكيمي 90 سنة المونديال في فرنسا. الراسية ولكنها مرت عالية ومرت عالية. بعد ذلك نادي أنجي كل أرقامه تؤكد بأن هذا الفريق فعلا هو من عداد النازلين إلى دوري الدرجة. هنا في هنا على الجهة اللي تواجه الجزاء. هنا التسديدة والكرة تخرج مباشرة إلى ضربة تدخل من أشرف. لا زالت خطورة فيها تسديدة فيها جول برناردوني اونيان وباويا دفاع يتدخل في صافرة بالفعل. تاتي باويا وضعية التسلل يعلن عنها حكم المواجهة. الراية كانت مرفوعة. كيليان يرفع بابي يبحث عن التمرير مع تمرير ميسي مبابي جول على مشارف المنطقة إمكانية التسديد يسعد لرفع ديال الكرة. 63 هدف ممكن يوصل ليه كذا. والدفاع يدخل امام اشرف فاليري يرفع كرة فاليري برنات حكيمي دانيلو بيرين مرفوعة الكرة واشرف حكيمي بداية قوية لأصحاب الدار في هذه الجولة الثانية. التسديدة لكن عقلية ضعيفة جدا ليس بهذه الطريقة. فيتينيا لمسة وتحضير من ميسي فنقطية فيها جول لا أشرف حكيمي تسديدة نعم لكن على مرمى الحارس. هنا برناردوني هجمة منسقة خطيرة باويا الأولى منذ الصعود موسم ديلي. هنا مقاوصة مرة جانبية الكرة مرت جانبية كاميرا يلمسها كاميرا يتابعها والكرة تمر جانبية. أونو ما لمسها أونو في القائمة مبابي وسط الزحام. الكرة واحد من نجوم وواحد من أبطال عندما تكش ماركو بيراتي بينما جعل اولمبي مارسي رغم انعزل لعناصر نادي انجي القليله الماضيه. هنا العرضيه ميسي عمليه الدخول الان في العمق. موسم سيصبح وحيدا في الصداره. هذه ممكن ستاد فرنسا. التسديده
تسديدة، أول تسديدة من خارج منطقة في هذا الشوط. بعيد عبد اللي يدخل، عبد اللي العرضية الرأسية بعد ذلك ولكن عالية على مرمى الحارس دوناروما. حارس دوناروما في الكرة الماضية. تيوب في القائم الأول تعني قوية من أجل سعود لكرة عارسيكو بعد الكلاسيكو بين الأوام. هذه الأثناء يستميت نادي أنجي. كيليان يسدد التسديدة، وكان من هنا المنقذ الثاني ولخطيرة وجول. هدف عن طريق اللاعب تيوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكدت صحيفة إسبانيا أن أشرف حكيمي وهبة عبوك تزوجا وفقا لنظام الزواج المدني، ذلك عندما يوقعان الطلاق يجب عليهما توزيع الأصول المتراكمة خلال هذه السنوات الماضية التي جرت بينهما. وفقا للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة فإن توصل الاتفاق بينهما بعيد للغاية، مشيرة إلى أن هبة عبوك بغات تدعيم الثروة المالية لأشرف حكيمي، وهو الرقم الذي يتراوح ما بين 8 و10 ملايين يورو. وقال حكيمي أنه مستعد فقط لمنحها 2 مليون يورو فقط. وبحسب الصحيفة فإن أشرف حكيمي الذي تألق ونجح في ريال مدريد ووضع ترويجه بالفعل باسم والدته، وهي حقيقة علمناها قبل أيام قليلة. ومع ذلك هبة عبوك ليست على استعداد خضاع وتفكر في بدء عملية موازية تتهم بالاحتيال وبسبب سوء إدارة المشروع المشترك والتهرب من الضرائب.